السلام عليكم. معاكم بوسي كوين لاجمل الاكلات والحلويات والنهارده هعمل لكم صينيه البطاطس التحفه اللي بالفراخ ديت. بص شكلها عامل ازاي، تحفه بجد. دي اسهل اكله ممكن تعمليها وانت مستعجله. بقى نشوف المقادير بسرعه. المقادير بسيطه جدا وطبعا الاختيار طبعا. انا عندي هنا ممكن تجيب فرخه، ممكن تجيب وراك. الوراك دي تعمل حوالي كيلو ونص فراخ زي ما تحبي. عندي معلقه توم مفرومه كبيره، عندي معلقه صلصه كبيره برضو، عندي هنا حوالي 5 معالق دبس رمان. والدبس الرمان ده مهم قوي في الوصفه ديت عشان هو بيديها طعم حلو قوي. الدبس الرمان لو احنا مش عارفينه هي ازازه بتتجاب. وعندي هنا هاخد من هنا نص كوبايه زيت تقريبا، وعايزه هاخد دول بالظبط 5 ليمونات كبار، يعني يعملوا لي حوالي كوبايه الا ربع ليمون. عندي هنا بقى البهارات، عندي معلقه كبيره بابريكا مدخن، وعندي معلقه كركم، وعندي معلقه ملح، وعندي نص معلقه قرفه. والبطاطس عندي انا مقطعاها بالشكل ده زي ما نحب. البطاطس عايزاها مدوره، عايزاها زي ما انت عايزاها، دي مش مشكله بالنسبه لنا. ويلا بينا بقى نعمل التتبيله على طول. بس انا عندي هنا بقى شطه برضو، نوع من الشطه صوص كده بحطها بتبقى حلوه. لو مش متوفره بنحط شويه شطه عاديه خالص. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنجيب طبعا البوله بتاعتنا. هناخد الاول هنا نص كوبايه زيت من ديت، يعني اشوفها بقى. طبعا يستحسن لو زيت زيتون هيبقى حلو قوي، واللي ما بيحبش الزيت الزيتون يستعمل اي زيت نباتي متوفر عنده. هناخد حوالي نص كوبايه اهي زيت. هنحط معاها معلقه الثوم المفروم ديت اهي. هنحط معانا دبس الرمان، وقلنا ده حوالي 5 معالق دبس رمان اهي. بص شكله بيبقى شكل العسل الاسود كده. ده دبس الرمان بيبقى حلو قوي مع الفراخ عامه، يعني بيبقى جميل مع الفراخ وبيبقى حلو حتى مع المشويات كلها. ادي دبس الرمان. هحط عندي بقى الليمون اللي احنا قلنا عليه. هنعصر ال5 ليمونات. طبعا الليمون ده يبقى حلو قوي، ولو الليمون على فكره مش كبير قوي كتري ليمون، يعني ليمونه مش كبيره، ساعات بيبقى صغير وناشف. كتري الكميه، ليمونتين كمان مش مشكله. تمام. هعصر بقيه الليمون، وكده عصرت الليمون بتاعي كله ال5 ليمونات. هحط بقى معلقه الصلصه، دي معلقه صلصه كبيره اهي. طبعا الصلصه بقى بتدي مع الاحمرار كده، بتدي طعم جميل قوي قوي قوي. هجيب بقى التوابل بتاعتي واحطها. هنحط التتبيله. ادي الكركم، طبعا الكركم بيبقى حلو قوي على فكره، وادي الملح، كل بقى التوابل اللي انا عاملاها. وادي القرفه، وادي البابريكا المدخن برضو بتدي لون جميل قوي قوي قوي. وعندي هنا عشان ما انساش، قلنا لو ما عنديش شطه ممكن احط شويه، يعني يدوبك بصوا نقطتين بس كده، علشان اللي ما بيحبش الشطه كتير واللي ما عندوش ديت هيعملها على طول بشويه شطه صغيرين كده. كده تمام قوي. هقلب ويلا نجيب الفراخ نشوف هنعمل فيها ايه. وطبعا عشان التتبيله الجميله دي اللي انا عاملاها بصراحه هي شكلها تحفه، تدخل في الفراخ كلها. هجيب الورك بصوا واشقه على خفيف كده، بس كده بالمنظر اللي انا شايفاه ده، علشان لما اجي احط التتبيله بتاعتي تدخل بين الفتحات ديت. ده شيء مش بعمل وراك بس، لو بعمل فرخه كامله هعمل بنفس الطريقه، لان احنا لو ما عملناش الحركه دي التتبيله دي ولا كانها موجوده من الاساس. ده هبدا بقى اللي انا اعملها بالتتبيله دي. خلي التتبيله اهم حاجه، بصوا تدخل جواها بالشكل ده. انا عايزه التتبيله التحفه دي كده تملى الورك وش وظهر ولو صدر ولو اي حاجه. اخلي الفرخه كلها تتشرب منه، لان انا هسيبها كمان في التتبيله ديت لمده ساعه. بصوا الجمال بقى، يعني تخيلوا ساعه في الجمال دوت قد ايه هتتشرب. لا تقولي بقى فراخ بره ولا الكلام دوت، هي هتبقى احلى من اي اكله في اي مطعم، واحلى من انك تشتري اي حاجه من بره. ادي التتبيله. مليت الوراك بتاعتي ولسه لا تتبقى كمان، هحط منها، لسه هحط منها على الفراخ. حتى لون الفراخ بقى بتبقى تحفه، بتطلع شكلها كده في منتهى الجمال. بس واسيبها بقى منقوعه في الكلام ده كده ساعه. هغطيها واشيلها ساعه، واجيب الفراخ البطاطس ساعه على الفراخ. يلا بينا بقى نشوف البطاطس انا صفيتها. طبعا طول ما انت غسلاها لازم مقطعاها لازم تحطيها على طول في ميه علشان البطاطس بتسود. هنرص البطاطس، وطبعا انا الفراخ غسلاها، انقعيها بس في ميه وملح وسكر.
ميه، ملح، سكر وليمون، وحطي الفراخ فيها لمده ساعه ولا حاجه. بعد ما بتغسليها كويس هتلاقيها بقت ريحتها جميله. ابدا بقى ان انا من الخليط بتاعي ده برضو اغرقها كده. عايزه اقول لكم الخليط ده تحفه. بصل اهو طرنشات بس كده احطها كده زي ما احنا شايفين كده. دي شرايح بصل. عندي فلفل احمر رومي قطعته برضو واحطه، ده هو قرن واحد يعني ما فيهوش حاجه. عندي بقى ودي اختياري، دايما بقول الفلفل ده اختياري، اللي عايز يحط بصراحه انا بموت فيه مع البطاطس، بيبقى بيدي حامي كده وبيبقى طعمه حلو قوي. هما اتنين اهم هحطهم برضو قبل ما ارص الفراخ. بس كده تمام. يلا بقى نجيب الفراخ ونرصها. هنرص بقى الفراخ على الوش بالشكل ده. طبعا هي كلها وراك زي ما احنا شايفين. هنظبطها كده. طبعا بتبقى حلوه قوي قوي قوي، تحفه. وصينيه بتبقى جميله قوي قوي اهو. كده تمام. وعندي ديت كان بواقي الفراخ الوراك اللي انا جايباها. هحط بقى الباقي منه ده كله هنا كده. طبعا مش هرميه. وعندي كمان باقي والباقي ده برضو مش هرميه، برضو هحطه على الفويل. الاول ورق زبده ورق فويل وادخله الفرن. هوريكم لما احط الورق عليه كمان. دي ورق الزبده كويس قوي. طبعا ورق الفويل هو اللي هيظبط معايا. دي ورق الفويل. طبعا ورق الفويل والزبده ده اساسي. ليه؟ لان البطاطس برضو بتاخد سوا شويه فمع الفراخ، وبعدين بقى بتدي فرصه ان الحاجه تتشرب مع بعض. انا فاتحه الفرن دلوقتي على 240 وهحطها بقى، وحاطه الشبكه تحت خالص. هحطها في الاول تحت خالص، وبعد كده يعني مده نص ساعه، وبعدين ابدا انقلها على متوسط شويه لمده مثلا حوالي ساعه. هي كلها تاخد حوالي ساعه ونص. يلا بينا بقى كده طلعت من الفرن. تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. الله، بصوا الجمال عامله ازاي، تحفه والله بجد تحفه. يعني شكلها حلو قوي قوي قوي. بصوا الجمال. طبعا هي سخنه قوي. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي، والفراخ طالعه لونها جميل ازاي، والبطاطس من تحت شاربه طبعا من الصوص اللي احنا عاملينه. ولو شفنا شكل الفراخ مستويه قد ايه. بصوا شكلها حلو قوي. والبطاطس اهيت. بصوا البطاطس مستويه برضو حلوه قوي قوي قوي، واخده من الصوص. طبعا اكله تحفه وجميله ومش محتاجه اي حاجه، وما خدتش مننا اي وقت. بصوا البطاطس دايبه ازاي. بطاطس جميله. الناس اللي بيقولوا ما بتستويش في الفرن. وادي الفراخ بتاعتنا بصوا جميله. بصوا طريه وجميله ازاي. يلا بينا يا ريت نجربها ونشوف طعمها هيبقى ايه، ونشوف المقادير هتبقى في صندوق الوصف. وكانت معاكم بوسي لاجمل واحلى الاكلات والحلويات.